فلنفترض ان حضرتك راكن على طريق الواحات ولقيت اتنين جايين هيموتوا من العطش، واحد نازل من عربيه فراري، واحد جاي من الفيوم مشي، زوره ده حطب وجاله ضربه شمس. رايحين على الراجل ده قالوا له لو سمحت عايزين نشرب ميه، قام الراجل ده مطلع ازازه ميه معدنيه ساقعه تلج للراجل اللي راكب فراري، وقام مالي كوبايه ميه سخنه للراجل اللي جاي من الفيوم مشي. ساعتها انت هتقول على الراجل ده ايه؟ فلنفترض ان الناس دي بعد ما مشيت حضرتك رحت للراجل ده عشان تفهم وجهه نظره، وقلت له انت ليه اديت للراجل اللي راكب عربيه فراري دي ازازه الميه الحلوه دي، واديت للراجل اللي جاي من الفيوم مشي كوبايه الميه دي؟ ورد عليك وقال لك انا لو كنت اديت للراجل اللي جاي له ضربه شمس ازازه ميه كبيره ساقعه وشربها كلها مره واحده لان هو عطشان، كان ممكن مثلا يجي له تسمم ماء، كان ممكن مثلا لو ما فيهاش املاح يجي له تشنجات، الصوديوم يقل، يحصل له حاجه في مخه، يحصل له اي حاجه. ساعتها هتعمل ايه؟ ساعتها انت هتقوم تبوس دماغه وتسقف له وترفع له قبعه. نفس الكلام، نفس القصه. ما تروحش تسال ليه انا مش راكب جي كلاس. شرحك لو راكب جي كلاس وانت غير مؤهل عقليا ونفسيا، انت تروح تطلب من الحكومه ان هم يعملوا مطبات بشريه، تحط الناس بالعرض كده وتعدي عليهم وتقعد بقى نفاضل بقى، لا معلش ما تحطليش واحد تخين قوي عشان بيحك في العربيه وبتاع. حضرتك برضو نفس الكلام، ما تسالش انا ليه ما سافرتش لحد دلوقتي دول اوروبا، لان انت برضو لو مش جاهز نفسيا وعقليا في قلب مجتمع مفتوح انت هتتشخرم، انت هتتصفى، انت دنيا واخره بالسلامه بح. فحضرتك دلوقتي بتلعب في الشارع كوره، ليه عايز تروح تشتري جزمه توتال 90 سترايك او اف 50؟ خليك في الباتا لحد ما ربنا يكرمك وتلعب مثلا في اوسيم ولا في اي حته وما نشوف حوار الجزمه ده بعدين. انا ليه بقول الكلام ده بحرقه؟ بقول الكلام ده بحرقه لان انا قعدت 7 سنين من حياتي بعيد عن طريق ربنا كاتبهولي. ان انا بعد الثانويه العامه مجموع هندسه ما جابش، صحابي طب ما تخش حاسبات، لا عايز هندسه. هتعمل ايه طيب؟ ما جالكش هندسه هتعمل ايه؟ قمت داخل معهد سنتين عشان اعمل منه معادله اخش كليه هندسه. دخلت قسم تكنولوجيا معلومات بدرس شبكات واي تي وقصه كده. كمل بقى في الكلام ده، يعني شوف حاسبات بقى وكمل. لا انا عايز هندسه. جات لي كليه بتنسيق المعهد اسمها تربيه نوعيه قسم حاسب آلي، لا انا عايز هندسه. عملت معادله، جبت رقم كبير ومجموع كبير، يلا اتفضل خش هندسه. طب ما تجرب تخش كهرباء ومنها حاسب آلي على ما اظن، يعني كان قسم من كهرباء او قسم لوحده مش فاكر يعني. لا اخش مدني. حضرتك انا خلصت ثانويه عامه 2012، جيت في 2019 عملت كارير شيفتنج وقعدت ذاكرت بروجرامنج، ذاكرت الجوريزمز، داتا ستراكشر، داتا بيز، نفس الحاجات اللي كانت بتأهلني اصلا من البدايه ان انا اخش حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس. فاهم حاجه؟ امشي، ارضى، اتبسط. فدايما نصيحتي ليك افرد ظهرك كده وارتاح واعمل اللي عليك وادعي ربنا يوفقك. مشيت بقى في نفق الشهيد احمد حمدي، وصلت طريق الواحات، جيت قعدت جنبي هنا في البدرشين عادي الحمد لله. خليك فاكر وفاهم دايما ان ربنا سبحانه وتعالى عادل، وحاول تفرق كويس قوي ما بين العدل والمساواه.